هاي انا بسنت، ودول 8 اطقم للخريف متنوعين كده، دامجين ما بين حاجات كانت عندي في الدولاب، ودامجين ما بين قطع صيفي وشتوي وقطع ترندي وهكذا. فيلا بينا نشوف. اول اوتفيت هنا ده البنطلون ده كان عندي بقاله ياما وكان ضيق، فاليومين دولت وسع اخيرا، فقلت بقى البسه بما ان الكاروهات حاجه ترندي في الخريف وكده. فحبيت ان انا كمان استايل البلوفر اللي عندي ده من كذا سنه بطريقه مختلفه على البنطلون الكاروهات. الستايل ده حلو قوي، هتلاقوه ترندي جدا على بنترست، ان احنا نلبس مثلا بنطلون ونلبس عليه تي شيرت نطلعه من بره، ونلبس فوقيه بلوفر يكون اوفر سايز. فانا عملتهم بالبنطلون الكروات اللي عندي والبلوفر ده وتي شيرت ابيض. كنت اتمنى تيشيرت اطول شويه لكن ما لقيتش ده المتوفر عندي. وبعدين هنا قلت بقى اعمل حاجه مختلفه وحاجه ترندي. الفيونكات الترندي دي شرايط ستان عادي انا اشتريتها وقصيتها، وقلت ايه هربطها في شعري هنا. انا كنت حابه ان انا اعملها ضفاير على ورا، بس يعني قلت دي تنجزني بسرعه علشان الحق اصور بقيه الفيديو وكده. وبعدين زودت الاكسسوارات. انا هنا مش حاطه اكسسوارات ياما صراحه، انا مركزه على فكره الهدوم نفسها، وعشان انا كمان اكسسواراتي عايزه اجدد فيها حاجات وكده. فضفت بس الحاجات البسيطه اللي تبان الاوتفيت بتاعي. وده كده شكل الاوتفيت النهائي. عسول قوي صراحه، وشكله كيوت وكوزي جدا. لبست هنا الشوز السودا دي، ولبست الشنطه دي، حطيت بردك فيها الرباط الاحمر دوت او الستان الاحمر ده كان يبرز الاحمر اللي في البنطلون. وبرده كان ممكن ان انا اعمل ستايلنج بطريقه مختلفه، ان انا اضيف تي شيرت احمر وكاب احمر مثلا، والشنطه والشوز زي ما هم اسود، كان بردك هيبقى حلو جدا وهيدخل بردك حاجه ترندي معانا وهي اللون الاحمر. لكن انا بردك بعمل ستايلنج باللي متوفر عندي كالعاده طبعا. وبس كده، ده شكل اول اوتفيت النهائي بتاعه، عجبني قوي صراحه. انتوا ايه رايكم؟ وتاني اوتفيت بقى هنا حبيت ان انا استايل الفيست بتاعي. الفيست طبعا من الحاجات الترندي، لو لسه ما شفتوش الفيديو بتاع ترندات الخريف تقدروا تشوفوه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت. حبيت اضيف عليه الجيبه الكراهات دي اللي انا لسه عامله لها ثريفتنج من خادم الوليد، لو برضه ما شفتوش الفيديو تقدروا تشوفوها، هسيب لكم في اخر الفيديو. وبرضك هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس تحت. هنا لبست عليهم التيشيرت ده طبعا عشان البسه تحت الفيست، وربطت الفيونكات عشان الفيونكات حاجه ترندي وكده، فقلت لو بنت من تحت تبقى شكلها كيوت. وبعدين هنا هضيف الفيست بتاعي. الفيست ده برضك كان مستعمل تقريبا، كل الاوتفيت ده مستعمل او اغلب الاوتفيتس دي مستعمله، ما عدا حاجات بسيطه قوي. يعني التيشيرت بس هو اللي جديد، الاوتفيت اللي فات برضك كان مستعمل، وده برضك ثريفتد او مستعمل، كل حاجه واحده يعني. المهم ان ده شكل الاوتفيت كده. وبعدين هنا قلت اضيف الاكسسوارات، ضفت الحلق اللي انا بحبه علشان انا اللي عاملاه، بحبه قوي الحلق دوت، بحس ان هو بيدي شكل كده ايه، هرجله كده، فبحب الموضوع. وهنا هضيف اللوفرز بتاعتي، وفكرت ان انا اضيف الشريط الساتين دوت اربطه فيونكه كده من ورا على الشراب، لان انا كنت شايفاها كان الشراب فيه فيونكه بس انا لسه ما عملتوش، فقلت ان انا اربطها كده واشوف ايه الدنيا. وربطت زيها بردك في التوت باج بتاعتي. وهنا بقى ده الشكل النهائي للاوتفيت، بردك مريح قوي وحلو بردك، وحاجه ترندي جدا، كاروهات وفيست واللوفرز والفيونكات كلها بردك حاجات ترندي جدا في السيزون دوت او في فتره الخريف. وحلو بردك، مش هيحررنا ان احنا يعتبر مش لابسين حاجه ده بنص كم، احنا ممكن اصلا ناخد جاكيت فوقيهم لو احنا نازلين بالليل او كده. فبرضه قولي ايه رايكم في الاوتفيت ده، وايه رايكم في فكره الفيونكات اصلا في الشوز. يعني انا حاسه ان هي حلوه وكيوت الصراحه. وده تالت اوتفيت بقى، حبيت ان انا هنا اكون كلاسيك كده وعادي، فلبست البنطلون بتاعي الكلاسيك او بنطلون الزيتي دوت. هو بنطلون قماش عادي ما فيهوش حاجه، وستريت كده. وحبيت بقى ان انا اغير، بدل ما البس قميص عادي زي ما كل الناس بتلبس، انا حبيت البس البلوزه دي لان انا برضك اشتريتها في فتره الخريف او للخريف. فحبيت ان انا اعمل لها ستايلنج على اساس ان هي تبقى حاجه تغيير غير ان انا البس قميص وكده. وبعدين ضفت التيشيرت دوت، او مش عارفه هو بلوفر بس خفيف كده قوي، حاجه خريفي على الكتف مخطط وكده يدي شكل. وضفت الحزام عشان احدد الوسط اكتر، والشنطه السوداء، وضفت الكوتشي دوت علشان اخلي الموضوع كاجوال كده، عشان حسيت لو ضفت اللوفرز هيبقى فورمال قوي. وغيرت تسريحه الشعر صراحه، كنت عايزه اسيبه كده او كنت عايزه المه علشان يدي اولد ماني ستايل وكده، او حاجه متهندمه كده، بس حسيته مش حلو، حسيت ان التسريحه دي احلى. فطبعا انتوا ممكن تلبسوا حاجه زي كده بالحاجات المتوفره عندكم، وتظبطوا بقى لفه الطرحه او شعركم بحيث ان هي يبقى اوتفيت هادي كده خريفي. واعطينا بردك ستايل الاولد ماني اللي هو حاجه ترندي جدا الفتره دي.
وبعدين بقى نتنقل لرابع اوتفيت. ده هنا التيشيرت وبنطلون، وبعدين بقى هضيف القميص عليهم كده كطبقة لايرنج كده. الاوتفيت لسه صيفي مفيهوش اي حاجة مختلفة او ما نقلناهوش لسه للصيف، فضفت عليه الكوتشي دوت علشان ماشي مع الوان التيشيرت، ولبست الكاب. وبعدين بقى هضيف فوقيه ترنش كوت. ترنش كوت اساسي، قطعة اساسية خريفي، اول ما بنلبسها عموما بتنقلنا لطبع الخريف على طول، هي حاجة معروفة. انا بس الترنش بتاعي تقيل شويه، مش خفيف اللي هو بتاع الخريف ده، لان هو متبطن كده، في حاجات ممكن تبقى خف، فعلى حسب بردك المتوفر عندكم. وممكن بردك تعملوها باي جاكيت تاني خفيف يكون طويل يعني، او انتوا شايفين ان الجو ملائم ليه. يعني انا شايفه الاوتفيت ده محتاج ان انا اكون نازله اخر النهار وكده، عشان الجاكيت ده هيحررني لو احنا الصبح. بس بردك دي حاجه كلاسيك بردك، وحاجه عاديه قوي كلنا بنلبسها تقريبا في الخريف، مش حاجه جديده ومش حاجه ترندي قوي يعني، علشان هي كده كده موجوده. بس كده. وبعدين هنا افتكرت ان انا عندي شنطة زرقاء لون الجينز كده، فقلت بردك ابدل كده واشوف ايه الدنيا انهي هيطلع احلى. حسيت بردك ان الشنطتين حلوين والشنطتين يمشوا يعني، مفيش حاجة مختلفة يعني. ممكن بس الزرقاء تكون رابطة ما بين الجينز اكتر ومدخلة اللون الازرق. وهنا ده تقريبا رابع اوتفيت على ما اعتقد يعني. ده اوتفيت عادي قوي. انا هنا بس جبت التانك توب بتاعي ولبسته من تحت، وبعدين لبست عليه الكارديجان ده. الكارديجان ده يعتبر مناسب للجو حاليا، بالذات لو احنا نازلين بالليل او كده. حبيت ان انا اعمل حاجه كيوت كده ما فيهاش حاجات كتير او كده، وحاجه برضك كلاسيك موجود عندنا كلنا. لبست عليه البنطلون الجينز الوايد ليج دوت، او مش وايد ليج، هو وايد ليج بس مش قوي يعني. وضفت عليهم اللوفرز، وحاولت ان انا اغير تسريحه شعري. انا شعري اليومين دول عايز يتظبط شويه وبدا يطول، فهو في مرحله اللي انا لا ملحقه على طويل ولا ملحقه على قصير، فالموضوع محيرني شويه. المهم ان انا ضفت الشنطه الزرقاء دي برضو، انا بحبها قوي علشان هي لون البنطلون ده بالظبط، مش عارفه ازاي هي سودا. بس برضك الاوتفيت حلو وكيوت ومفيهوش اي حاجه وكلاسيك، وكلنا نقدر نوفره بالحاجات الموجوده عندنا. اي توب عندنا هيمشي، واي كارديجان وبنطلون جينز. هي بس الشوز اللي ممكن تكون مختلفه، كل واحد بقى يقدر يلبسها على حسب ما يحب. وبس كده. حاسه ان هو بردك اوتفيت كيوت كده وعملي قوي لو نازله الكليه او نازله مشاوير او كده، كيوت يعني. طلع 5 اوتفيت، وده 5 اوتفيت معانا. انا هنا فكرت ان انا البس الفستان وعليه البليزر. هنا فكرت اضيف الكاب بحيث ان انا كاجوله، لكن حسيت ان انا مش مقتنعه بيه. فكرت ان انا اربط اشارب كده، بس حسيت ان انا عامله شبه الاتراك وكده، فالموضوع بردك مجيش معايا خالص. حسيت ان هو مش ستايلي في المطلق يعني، فما لقيتش حاجه اعملها غير ان انا احاول اسنجف شعري على قد ما اقدر وكده واظبطه بحيث ان هو يبقى مظبوط يعني. برضه كنت بحاول اعمل اي حاجه بالاشارب، مش عارفه ليه الاشارب ده بحبه قوي بس لسه ما بستوش لحد الان. فقررت ان انا هربطه في الشنطه وامري لله، بحيث ان هو يدي فيها لون كده مع السلسله وكده ويكاجوال الدنيا شويه. وبعدين بفكر البس كوتشي ولا اللوفرز، لقيت ان اللوفرز برضك شكلها احلى وكده. الاوتفيت ده صراحه مش على ستايلي قوي يعني، بس يعني انا بحب اجرب الحاجات يعني علشان اشوف ايه اللي ماشي معايا وايه اللي مش ماشي معايا، ايه اللي حبيته وايه اللي لا. وارد تكون الالوان، وارد تكون القصات بتاعه القطع اصلا هي اللي مش ماشيه معايا، مش عارفه، مع اني بشوفه على بنترست بيعجبني قوي. لكن قولولي ايه رايكم، حلو ولا لا؟ وده سادس اوتفيت. وهنا طبعا مش هنعمل فيديو في اطقم الخريف من غير ما نلبس دينم اون دينم اكيد يعني. فهنا حبيت ان انا البس الجاكيت الجينز بتاعي، هو القطع او هو الطوب من فوق، فلبسته مقفول كده وفتحته من تحت. وكنت قافله من فوق بس قلت افتحه عشان احط السلسله الحمراء الفراشه دي. وحطيت الاشرب. هنا كل الاوتفيت ازرق ما عدا بس الاحمر هو اللي فيه، طبعا عشان الاحمر ترندي ويدي حاجه مختلفه كده في الاوتفيت، فلبسته. ولبست عليه الشوز السودا بتاعتي ديت. وبس كده. اوتفيت بسيط قوي وعادي قوي، ما فيهوش حاجه خالص، وسهل كده ومريح وعملي قوي للدراسه للكليه، نازله مشوار. كيوت الصراحه برضو، بس يعني ممكن لو الجاكيت بتاعي كان اوسع شويه من تحت كان هيبقى احلى، بس يعني شغال برضو مش وحش. طبعا تقدروا تعملوه باي جنس عندكم، اي حتى لو جنسات مختلفه. واخر اوتفيت معانا هو الفستان الابيض. انا هنا كنت حابه اعمل حاجه بسيطه، مش حابه اعمل حاجه كبيره، بس حبيت ان اغير تسريحه شعري بقى نفسها. قلت المه لانه اصلا كان هش قوي وفي نفس الوقت تغيير يعني. فقلت اعمل شعري هنا المه سلكي بن او سلكي، مش عارفه هو بوني تيل ده ولا ايه صراحه، بس هو صغنن قوي يعني، هي زعروره صغيره المهم. وحطيت عليها الفيونكه البيضه ديت بحيث ان هي تدي شكل كده من ورا، وفي نفس الوقت برضك شكلها حلو وهي طالعه من وشي يعني. وبعدين قلت هضيف السويت شيرت دوت، ده خريفي اصلا، خفيف قوي وقطن اساسا، قلت احطه على الكتف كده كشكل. ولبست عليهم الشنطه ديت.
ممكن لو كان تغيير الالوان شويه كان هيبقى احلى، يعني حاجات على اورنجات وكده كانت هتدي على الخريف اكتر يعني، بس ده المتوفر عندي برضو حاليا. لبست على الكوتشي الابيض دوت والنور قطع الصراحه، ما لحقتش اصور الاوتفيت كامل، لكن هحاول اصوره قبل ما انزله لو ما لحقتش، فتخيليا كده وكوتشي ابيض والفستان وزي ما احنا شايفين كده من فوق. وبس كده، ده الفيديو النهارده. اتمنى تكونوا انبسطتوا وجالكم الهام من اي اوتفيت من الاوتفيتس دول، وما تنسوش تقولوا لي انهي اكتر واحد عجبكم فيهم، وشوفوا الفيديو بتاع السيرف هول الاخيره ده، وبرضك فيديو الترندات. هقول لكم باي، لكن افتكرت ان انا عايزه اخد رايكم في فكره الفيديو ده عموما. قولي رايكم عايزين فيديو زي دي ولا لا، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هعمل فيديو برضك تاني عن ازاي نعمل ستايلنج للفساتين بتاعتنا.